شفتوا الست دي واتسرق مني معظم الفلوس بتعيطي ليه؟ مش مصدقه. اتضربت انا وبنتي واتسرق مني معظم الفلوس، يا دوبك مشوا من هنا ما تعرفش ايه اللي حصل. دي الحاجة نعيمة اللي كسبت 100,000 من محمد رمضان. الحاجة نعيمة كسبت 100,000 جنيه، لكن بدل ما تفرح وتشكر ربنا قررت انها تصوت وتبكي وتقول انا اتسرقت قبل ما اروح البيت. طبعا الناس اتعاطفت معاها وصعبت عليهم وطلعت في فيديوهات كتير وقالت يا جماعة انا اتسرقت واللي فاضل مني بس يعني 40,000 تقريبا، سرق 60,000 وبقى واتسرق مني 60 وبقى 40. وبالتالي ممكن محمد رمضان يرجع تاني يكمل الفلوس اللي اتسرقت او الناس تلم من بعضها. المهم الاجهزه الامنيه تابعت كل حاجه وقالت في اتهام في السرقه او اتهام بالسرقه، وقالت تتحرر الدقه وتشوف الموضوع فيه ايه. قالوا تعالي يا حاجه نعيمه احكي لنا ايه اللي حصل معاكي ومين اللي سرقك وايه اللي حصل. طبعا هي قالت اكتر من راي مختلف وكل ده لحد ما الداخليه عرفت ان مفيش حاجه اتسرقت. مفيش حاجه اتسرقت منها من اساسه يعني، وان هي بتعمل الفيلم ده بس علشان ان هي بس تاخد فلوس زياده من الناس او محمد رمضان يرجع يديها فلوس تاني. وبعد ما حست ان الموضوع هيدخل في حبس اعترفت ان هي كانت عايزه تعمل او عملت كده عشان الناس تتعاطف معاها ويدوها فلوس تاني او الفنان يرجع يديها فلوس تاني. صدقوني انا لما شفت الفيديو بتاعها مع محمد رمضان وهي بتعيط قلت ان دي دموع مش حقيقيه وانها بتمثل، ودايما الافوره بتمثل عكس الحقيقه. ولما سالها على ابنها قالت محدش بيسال فيا وممكن يكون ولادها بيدوها يعني. المهم تم يعني التحقيق في كلامها وعرفت ان مفيش اصلا فلوس اتسرقت. الفكره ان في حياه ناس كتير ممكن تجيلك فرصه تغير مصيرك، لكن في ناس حتى لما تجيلهم الفرصه مش بيكتفوا ودايما عايزين اكتر. الشبع في القلب وفي النفس. شوفوا الستات كتير زي ما شفتوا السنه اللي فاتت لما قال لها خدي 3000 قالت له ليه انا معايا اديهم لحد محتاج اكتر مني يعني. شايفين العين المليانه والشبع وشبع النفس، اختلاف كبير واختلاف جوهري. لكن الحاجه نعيمه كسبت الجايزه من محمد رمضان، بدل ما تفرح وتشكر ربنا طلعت قالت الجايزه اتسرقت وتهمت الناس بالظلم. ده درس كبير ان اي فرصه بتيجي نشكر ربنا ونحافظ عليها. ودرس كمان ان مش كل اللي بيعيط وبيصرخ مظلوم، ومش كل اللي بيدعي حاجه بيكون صادق في كلامه. وحاجه كمان في ملايين غيرك مستنيين مكالمه حاجه من محمد رمضان ومحدش جاله ويتمنوا نص الفرصه اللي جاتلك لحد عندك. فكان الاولى ان انت تحمدي ربنا وتشكري ربنا وترجعي فرحانه وما تخليش دماغك تشتغل، لان دماغك لما اشتغلت انت اللي خسرت كل حاجه.